قبل ما ابدا معاكم لازم اعتذر طبعا، بقالي اسبوع ما نزلتش فيديوهات، كان عندي مشكله بس في الواي فاي والحمد لله المشكله اتحلت. نروح على فيديونا النهارده. الدوري المصري والدوري الانجليزي اللي مشتعل حرفيا بين ثلاث فرق، ليفربول ومانشستر سيتي وارسنال. والدوري التركي محمود حسن تريزيجيه، اللي انا زي ما وعدتكم بقول اخبار لاعبينا المصريين اللي محترفين في الخارج سواء في الوطن العربي او في اوروبا. نروح على الدوري المصري على طول. الجونة والمقاولون العرب. قدر المقاولون العرب ان هو يفوز على الجونة بنتيجة 2-1. كده الجونة عنده 22 نقطة في المركز السابع، اما المقاولون العرب عنده 12 نقطة في المركز ال16. المباراة التانية معانا الاسماعيلي وسموحة. سموحة كان كسبان الاسماعيلي 1-0، وقدر الاسماعيلي في اخر ربع ساعة ولا في اخر تلت ساعة ان هو يعمل ريمونتادا ويفوز على نادي سموحة بنتيجة 2-1، والهدف الثاني في اخر ثواني من عمر المباراة. كده الاسماعيلي عنده من النقاط 17 نقطة في المركز ال12، اما نادي سموحة عنده من النقاط 22 نقطة في المركز الثامن. المباراة الثالثة معانا نادي سيراميكا كيلوباترا ونادي زد، وتعادلوا مع بعض بنتيجة 1-1. كده سيراميكا كيلوباترا عنده من النقاط 22 نقطة في المركز السادس، أما نادي زد عنده من النقاط 24 نقطة في المركز الرابع. نروح على الدوري الإنجليزي. مانشستر سيتي واستون فيلا، ومانشستر سيتي قدر ان هو يفوز على استون فيلا طبعا بنتيجة كبيرة 4-1. كده مانشستر سيتي عنده من النقاط 67 نقطة في المركز الثالث، ولكن من 30 مباراة. أنا قلت 30 مباراة، خليكم معايا نهاية الفيديو وأنا هقول لكم قلت 30 مباراة ليه. أستون فيلا عنده 59 نقطة في المركز الرابع ولعب 31 مباراة. مش دي قصتنا كلها في مانشستر سيتي وأرسنال. أرسنال كان بيلاعب فريق اسمه لوتون تاون، وأرسنال قدر إن هو يفوز بنتيجة 2-0. كده أرسنال عنده من النقاط 68 نقطة في المركز الأول، ولكن من 30 مباراة. قلت لكم برضو 30 مباراة ليه؟ هقول لكم السبب دلوقتي. لأن ليفربول لسه هيلاعب فريق اسمه شيفيلد يونايتد، اللي هو ترتيبه 20 في الدوري الإنجليزي وآخر ترتيب في الدوري الإنجليزي. ليفربول لعب 29 مباراة، وبعد هذه المباراة اللي هيلعبها مع شيفيلد يونايتد، بعد هذه المباراة هيكون لعب 30 مباراة بالتساوي مع أرسنال ومانشستر سيتي. وإن شاء الله بإذن الله المباراة ديت هتكون سهلة إلى حد ما لليفربول، وإن شاء الله ليفربول هيقدر يفوز ويقدر إن هو يتصدر الدوري الإنجليزي. ليفربول في المركز الثاني عنده 67 نقطة، لو فاز هيبقى عنده 70 نقطة. في المركز الأول هيبقى الفرق بينه وبين أرسنال نقطتين، وهيبقى الفرق بينه وبين مانشستر سيتي 3 نقط في حال فوز ليفربول على فريق شيفيلد يونايتد. نروح على الدوري التركي، وآخر حاجة معانا فريق طرابزون التركي اللي بيلعب في صفوفه محمود حسن تريزيجيه. كان بيلعب فريق اسمه كونيا سبور. وطبعا فريق طرابزون التركي بقيادة محمود حسن تريزيجيه ولعب المباراة كلها، كان في التشكيل الأساسي ولعب المباراة كلها، قدر إن هو يفوز 3-1 في المركز الثالث. طبعا أي حد هيقول لي في المركز الثالث ان هو طبعا بينافس على الدوري التركي، هقول لك لا، ده هو اي نعم في المركز الثالث ولكن عنده 52 نقطة، والفرق بينه وبين المتصدر جلطة سراي التركي اللي عنده 84 نقطة وبينهم 22 نقطة. الفرق بين المركز الثالث والمركز الأول 22 نقطة. وبكده أكون وصلت معاكم نهاية فيديو النهاردة. بتمنى من أي حد يكون شاهد الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما يبخلش عليا باللايك والاشتراك في القناة. عايز أوصل ل1000 مشترك. والسلام. ختام.